بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم في قناة كل يوم بداية جديدة. النهاردة الحقيقة انا كنت في جولة في المعرض السوري في دمنهور، وصورت 4 فيديوهات هناك. بس للأسف الفيديو الاولاني لما رجعت لقيته مش شغال على الكاميرا، ونزلته على اللابتوب برضو ما اشتغلش، فاللي هو بتاع مقدمة الفيديو. وكان في كمان مصورة فيه جزئين، جزء في محل للصناعات النحاس والأشغال بالمعادن كلها، ميداليات وخواتم وأنسيالات وشنط وحاجات جميلة جدا جدا. للأسف أنا ما الفيديو راح، بس أنا ليا زيارة تانية إن شاء الله ليهم في المعرض، علشان في ناس كتير ما صورتش الاركان بتاعتها. فان شاء الله بعمل جزء تاني للتصوير. ودلوقتي هسيبكم مع ال3 فيديوهات انا مجمعاهم مع بعض. هتشوفوا فيهم جزء الاولاني في محل للأدوات التجميل، الميك اب والبرفانات والعطور والكريمات والسكراب والزيوت، وكمان البيبي ليس والسشوار والسلكبيل وكل الحاجات الخاصة بالتجميل. ده محل برضو ركن جميل جدا جدا جدا، واصحابه شباب محترمين جدا. انا بدعوكم ان شاء الله ان انتوا تشوفوهم وتشوفوا الحاجة اللي عندهم، وحقيقة اسعارهم جميلة واقل من بره. وكمان في جزء تاني، في جزء العبايات السوري، عند الركن بتاع مصنع ياسر السوري. ده برضو عنده عبايات جميلة جدا وان شاء الله تعجبكم، واسعارها جميلة قوي يا بنات. يعني في حدود 200 او 175 حاجات كده. اسعارها طبعا جميلة جدا بالنسبة لخاماتها وبالنسبة لاشكالها. انا عن نفسي اشتريت منها واحدة جميلة قوي قوي. وكمان بيعمل خصم وبيبيع بسعر المصنع. وكمان اللي تحب تشتري من عنده جملة وتسوق هي لنفسها، فبيديها مساحة وبيديها فرصة ان هي تكسب كمان في الحاجات. وبعد كده عندي كمان ركن الصناعة المصرية، صنع في مصر، بتاع برضو واحد استاذ ابراهيم سمح لنا ان احنا نصور عنده كل الملابس قطن 100% وصناعة مصرية، واسعارها جميلة جدا. فيلا بينا نشوف الجولة بتاعتي في المعرض. ودي ملحات شكل جديد حلوة قوي. ده هنا محل للأدوات التجميل، البيبي ليس والسشوارات والفرش وكمان الميك اب. هنا عنده تشكيلة كبيرة، هنا تشكيلة كبيرة من الجلوس والروجات، وهنا الروجاجو. هجيلها دلوقتي. وهنا دي كريمات ومخمريات، زبدة الشيا. هنا الكريمات وعطور. هنا ماسكات، ماسك الذهب وماسك الزمرد الاسود، القناع الذهبي. هنا ماسك ذهب اسمه وجه القمر. هنا في سيرم للشعر، شامبوهات للشعر، جدايل الاصلي. هنا كلها حاجات اصلية جميلة. وهنا ده حلو قوي اسمه لورا الشام، ده غسول بزيت السعد، ده بيمنع نمو الشعر. احنا لسه في نفس المكان بتاع الميك اب. هنا عنده براندات طبعا، معظمها حاجات هاي فيرست كوبي.
نجد، بوبا، فلورمار، ونجد برضو، وماك. في كل حاجة هنا، في كل الأسعار من الرخيص لحد الغالي قوي. وهنا لأي عروسة بقى عايزة تشتري مثلا البراون سلكابيل، عايزة تشتري سشوار، تشتري بيبي، تشتري الفرشة، كل حاجة موجودة، حتى شنطة الميك اب كمان موجودة. وهنا بقى في البرفانات والسبريهات. انت كام؟ بقية الميك اب هنا. دي زيوت، زيت الغار وزيت الياسمين. هنا مجموعة زيوت أصلية. وهنا ده محل عبايات سوري اسمه ياسر السوري. شغل جميل قوي، رقطان. هنا دي كل الالوان بتاعت العبايات. دي الوان الموديلات المعروضة. كلها بصراحة حاجات جميلة جدا وألوانها روعة وشغلها عالي جدا وأسعارها معقولة. لأي عروسة بتحب تجهز لازم تجيب عبايات في الجهاز، عبايات للاستقبال جميلة جدا. بصوا هنا الديل ده حلو جدا. هنا ده اسم المصنع ياسر السوري. انا بصراحة بدعوكم فعلا ان انتوا تيجوا تشتروا من عنده، لان عنده حاجات تحف، حاجات جميلة جدا جدا. المعرض كله بصراحة جميل جدا وفي حاجات حلوة قوي. بصوا دي كمان عباية استقبال جميلة جدا لأي عروسة. بس كده يلا بينا نروح مكان تاني وفي حاجات برضو تحف كده، يلا بينا. وهنا كمان كورنر جديد كلها صناعات مصرية من القطن المصري الفاخر. وهنا صاحب الركن هنا استاذ ابراهيم بحر. وهنا الحاجات كلها صناعة مصرية واقطان مصرية 100%، قطن 100%، واسعارها جميلة جدا. ده بكام مثلا؟ ده بكام؟ ده سعره 75. حلو قوي. هنا ملابس اطفال 75، وملابس رجالي وملابس حريمي. ده بادي صيفي سعره كام؟ 35. قطن جميل جدا. ولأي عروسة بتجهز تيجي هنا تشتري حاجات رائعة بصراحة، جميلة جدا.
صيفي وشتوي، وفي كل المقاسات، كل الأحجام وكل الأذواق وكل الأسعار. كشمايو القطن بكم، واكيد في نص كم وكت حلوين جدا جدا لاي عروسه بتجهز. يا جماعه انا بنصحكم بجد تيجوا هنا تشجعوا صناعه بلدكم وتشتروا الحاجات الجميله دي من القطن المصري الرائع اللي بيتصدر بره وبيتباع هناك باغلى الاسعار. شوفوا بادي زي ده بيتلبس تحت الهدوم وتحت البلوزات، توب كده جميل جدا، قطن 100%. بصوا هنا دي سويت شيرتات، هنا ده كمان بادي حلوين قوي قوي. وفي حاجات ورا برضو هنا. تمام، يلا يا بنات اللي عايزه تجهز، اللي عايزه تشتري حاجات جميله وباسعار حنينه واسعار حلوه جدا ليكي ولجوزك او ليكي ولخطيبك، ممكن تيجي وتشتري من هنا. كلها حاجات مصريه وجميله جدا واسعارها جميله جدا. شكرا يا استاذ ابراهيم، ربنا يخليك. ودلوقتي بعد ما اتفرجتوا معايا على الجولة، بصراحة دي ما كانتش الجولة كلها لان الوقت اخدني جامد واتأخرت، فاضطريت ان انا امشي. لكن ان شاء الله بروح زيارة تانية وبعمل الجزء اللي فاتني من الفيديو اللي باظ، ووريكم بقية الاركان اللي في المعرض. بصراحة المعرض فيه حاجات رائعة. على فكرة في بداية الفيديو كان في ملاحات كده، ده كان نهاية الفيديو الاولاني اللي خرب، وكان في الجزء بتاع الادوات المنزلية. انا بشكركم، ويا رب ما يكونش الفيديو ده طويل عليكم. انا بس حبيت افيدكم وافيد الناس اللي هي البنات اللي ساكنة معايا في دمنهور، وبالذات العرايس اللي حابين يجهزوا، لان فعلا المعرض جميل، وهو اسمه معرض العرايس والمعرض السوري للعرايس والعرسان. فطبعا في حاجات حلوة قوي للي تحب تجهز. وكمان الزيارة الجاية ان شاء الله انا بسجل بصور لكم الركن بتاع الملايات والفوط واطقم السراير والبطاطين. بصراحة ركن جميل جدا، بس انا مشيت وما سجلتش معاه. ان شاء الله هصور عنده باذن الله. انا بشكركم جدا، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو كان عجبكم، وشير لاصحابكم عشان يستفيدوا، وسبسكرايب لو لسه اول مرة بتشوفوا الفيديو. اشوفكم على خير، وما تنسوش الكومنتات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.